في ناس بتدخل السوق في وقت غلط وتشتري العقار الغلط بسعر غلط وترجع تقول العقارات خسرتني، ولكن الحقيقة هي مش إن العقارات خسرته، الحقيقة إنه اشترى في توقيت غلط. وفي ناس تانية واقفة على الجنب مستنية الفرصة وخايفة تاخد أكشن، ناس بتتفرج وخايفة تتحرك لحد ما الأسعار تطير في السماء وتبقى في الوقت ده الفرصة فاتتهم. في العقارات التوقيت مش عامل مساعد، التوقيت هو العامل الأساسي والرئيسي اللي بيفرق في النجاح والفشل. وفي الجزء ده هنتكلم مع بعض عن شفرة الزمن في العقارات، امتى تشتري وامتى تستنى وامتى تهرب وامتى تدوس بنزين بكل قوتك وتدخل في استثمارات اكتر. اولا خليني اقول لك ان التوقيت اهم من السعر. في عالم البيزنس بيقولوا ما تشتريش العقار علشان سعره حلو، اشتريه لمّا يبقى وقته حلو. يعني ممكن يكون قدّامك عقار بسعر مغري ولكن ده مش توقيت الشرا المناسب ليه، وفي المقابل ممكن تلاقي عقار سعره عالي بس إحنا في بداية موجة زيادة، فأمّا تشتريه بالسعر ده تحقق مكاسب أكبر مما كنت متوقع. ودلوقتي تعالَ أقول لك على المؤشرات اللي بتقول لك اشتري دلوقتي. وأول حاجة هي حالة السوق وإنه يكون في نمو مستمر، وزي اللي قبلنا ما قالوا لو عايز تعرف اللي هيحصل في المستقبل بُص على التاريخ، شوف آخر 3 سنين إيه اللي حصل في السوق اللي أنت عايز تشتري فيه. وتاني حاجة ظهور بنية تحتية جديدة في المنطقة اللي أنت عايز تشتري فيها، زي طرق رئيسية، خطوط مترو، مجمعات خدمات، مولات تجارية، دي كلها مؤشرات بتساعدك إن أنت تعرف إن المنطقة دي هتنتعش في الفترة الجاية. كمان اما حركة المباني بتزيد ودخول مطورين كبار في منطقة، دي علامة انها هيحصل فيها قفزات في النمو في الفترة الجاية. يعني اما تشوف مطورين كبار بيشتروا في منطقة خليك عارف ان هم درسوها كويس قبل ما ياخدوا الخطوة دي. ودلوقتي تعالى اقول لك امتى ما تشتريش حتى لو كان العرض مغري. اول حاجة لو حسيت ان البائع او المسوق بيضغط عليك إن أنت تشتري بسرعة، الضغط مش دايمًا حاجة حلوة، الوقت ده محتاج فيه تهدّي شوية من سرعتك وتفكّر أكتر هل القرار ده مناسب ليك والّا لأ. وكمان لمّا تكون مضطر تبيع أصول تانية علشان تكمّل استثمارك ده، لمّا تكون محتاج تبيع عقار علشان عقار، اسأل نَفْسك هل العقار اللي هاشتريه ده هيكسّبني أكتر؟ وقتها بس هو اللي ممكن تاخد الخطوة دي، لكن ما تبيعش استثمار عقاري علشان خاطر استثمار عقاري تاني إلا لو كان علشان صفقة ناجحة. وكمان ما تشتريش عقار من غير ما تعرف أنت مين من المستثمرين، يعني أنت المستثمر اللي بيدوّر على دخل شهري فمحتاج يدوّر على منطقة فيها طلب على الإيجار عالي، والّا أنت المستثمر اللي بيدوّر على مكسب على أصل رأس المال يكون كبير فمحتاج يشتري في منطقة جديدة فيها نمو كبير وزيادات وقفزات سعرية كبيرة، والّا أنت الشخص اللي بيدوّر على سكن شخصي والمهم عنده الراحة والموقع والخدمات ومش مهم هيدفع كام ما دام بيدوّر في حدود إمكانياته. اسأل نفسك واعرف كويس أنت مين من دول علشان تعرف الوقت المناسب اللي تقدر تشتري فيه. والسؤال دلوقتي إزاي تعرف المؤشرات اللي بتقول لك اشتري والّا استنى بنفسك؟ أول حاجة هو إنك تتابع حركة المشاريع الجديدة، بتتبني إمتى وبتتبني فين وبتخلص خلال قد إيه، وإيه اللي بيحصل في السوق اللي أنت عايز تدخله. وكمان اسأل عن نسب الإنشاءات في المنطقة اللي أنت داخل فيها، هل اتبنت بنسبة كام في المِيّة لحد دلوقتي، وهل عندك استعداد تستنى والّا أنت عايز منطقة تكون جاهزة؟ ولو بتشتري في منطقة جاهزة فاسأل كمان على نسب الإشغال، المنطقة دي ساكنة بنسبة 30% والّا 50% والّا 70%. وكمان علشان تعرف المؤشرات بسهولة محتاج تتكلم مع المسوقين لمناطق مختلفة، بس وأنت بتتكلم معاهم فلتر الكلام كويس جدًا، واعرف مين بيقول الحقيقة ومين بس بيجمل المشروع بتاعه. وخلّيني دلوقتي أقول لك إمتى أخطر وقت ممكن تشتري فيه عقار، لمّا بتكون مستعجل أكتر من اللازم وخايف تفوّت الفرصة، أو حد من صحابك ومعارفك اشترى فلازم تشتري دلوقتي. في اللحظة دي لازم تاخد نَفَس عميق وترجّع ضهرك لورا وتسأل نَفْسك إيه صوت العقل، لإن في الحقيقة العقارات ما بتطيرش والفرصة بتيجي للي فاهم
أكتر من المستعجل. ودلوقتي تفتكر إمتى الوقت اللي يكون فيه تأجيل قرار الشرا هو أفضل قرار مناسب ليك؟ لو دخلك مش ثابت وما عندكش أمان مالي ومش عارف هتدفع الأقساط بتاعتك منين، أو لو هتحط تحويشة عمرك في عقار واحد وأنت مش عارف الجدوى من شرا العقار ده هتعود عليك بإيه، أو لو ما عندكش الخبرة الكافية وما فيش معاك المرشد أو الدليل اللي هيقولك تشتري إيه وما تشتريش إيه. ساعتها التأجيل مش تأخير، ده استعداد علشان تاخد قرار مناسب. طيب وإمتى آخد الخطوة بسرعة وما ترددش كتير؟ أول حاجة لما تكون عارف هدفك كويس جدا، ولما تلاقي العرض المناسب للهدف ده والسوق في الوقت الحالي بيدعم القرار بتاعك، وعندك خطة للخروج وخطة للتمويل واضحة، ساعتها ما تترددش لحظة لأن دي الفرصة المناسبة. الخلاصة إن العقار مش لعبة حظ ولا سباق مين فينا اشترى الأول. العقار هو علم التوقيت، وإن أنت تبقى عارف إمتى التوقيت المناسب، وفن قراءة وتحليل السوق كويس جدا، لأنك لو فهمت السوق وفهمت نفسك وفهمت هدفك هتعرف إمتى التوقيت المناسب اللي تعمل فيه الاستثمار المناسب ليك. وقبل ما نخلص الفيديو خليني أقول لك كلمتين مهمين جدا. اولا اللي انت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني، وكمان تشارك المعلومة دي مع أكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو إن يشوفوا أكبر عدد من الناس، وده لو مهتمين إن هم يمتلكوا عقار قريب سواء بغرض السكن أو الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده أكبر استفادة بنصحك إنك تشوف الفيديوهات من الأول وبالترتيب، لأن كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله ومعمول بتسلسل يخليك تطلع أفضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. فأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك، وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها، وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل إيه.